مرحبا، معكم جورج شار من قناة موسوعة الكروية. هارد لك لكل مشجعين المنتخب السوري. خسارة 1-0 بالمغرب، الخروج من الدور الثاني من كأس العرب. خسارة حزينة كانت، خاصة إلي شخصيا كثير حزنت أنا على المباراة. لهيك أجلت الفيديو من امبارح نزلته اليوم، لأنه أجلت حالة صدمة كان امبارح بالخروج، مع إنه خرجنا طلعنا قدام فريق قوي هو الفريق المغربي، بس كان الخروج بضل صعب يعني شو ما كان. بس نحلل المباراة ونحكي شوي على الشوط الأول. الشوط الأول خوسيلانا بلش تشكيلة بغياب عمر خريبين. خريبين غاب، صاب إصابة باليد، كان عنده كسر بمشط إيده، فغاب. فضل خوسيلانا عدم المخاطرة فيه وإشراكه، ولعب محله أنطونيو يعقوب. بصراحة كان تبديل غريب، يعني ليش ما لعب ياسين سامية؟ ليش الزج بأنطونيو يعقوب؟ ما حد بيعرف. أنطونيو يعقوب مهاجم واعد يعني، بس ما عنده خبرات مع المنتخب، ما عنده أي خبرة ومشاركات كثير مع المنتخب، بيلعب دوري سويدي درجة ثانية، فيمكن ما كان جاهز لهيك مباراة قوية ينزل فيها كلاعب أساسي. ف ولعب بلش مباراة خوسيلانا بالشوط الأول بطريقة دفاعية وخوف زايد من المنتخب المغربي، بينما طارق السكتيوي المدرب المغربي بلش مباراة بتشكيلة هجومية كتير. يعني شفناه طارق السكتيوي أغلبية المباريات دور المجموعات كان بيلعب بطريقة دفاعية، وكان بيسرق جول أو جولين يعني بالزور، ما كان بيلعب بطريقة هجومية، كان بيعطي الفرق الثانية هي تهجم، بس كان معتمد على قوة دفاعه، ودفاعه كتير قوي. بهالمباراة بالعكس لعب بطريقة هجومية، ولاعيبة وسط كلهم نزعة هجومية ومساندة من الأطراف كمان. وبلش الشوط الأول بضغط دغري هجومي. المنتخب السوري لعب بطريقه دفاعيه وتنظيم دفاعي كبير مثل العاده، يعني كان تقارب بالخطوط بين اللعيبه، ومدافعين ادوا مباراه جيده خاصه بالشوط الاول. يعني بالشوط الاول كان في فرص مغربيه بس مو كل الفرص، بس يعني ازعجنا الزحزوح بمهاراته كثير. الزحزوح لاعب مهاري، كان برز كثير بالشوط الاول من المباراه. والكرتي وخاصه طنان بالارتكاز، طنان كان لاعب ارتكاز عندهم اياه مساند كثير للهجوم، ويمتلك بتسديدات، عنده تسديدات كثير قويه، يعني كخطوره كبيره على الياس هدايا. ياس هدايا كان يعني سوبر ستار في المباراه، تصدى من الشوط الاول عم يتصدى للتسديدات المغاربيه. وحتى مدافعينا كانوا مناح، يعني زكريا حنان وخالد كردالي كانوا مغطوا منيح، خاصه زكريا حنان. زكريا حنان كان عم يلعب فدائيه كبيره، وشال شوطه، شال على خط المرمى، شال جول محقق للمغرب. بينما لاعبتنا خاصه الصرخدي كان بالشوط الاول ميت، يعني الشوط الاول ما كان عم يعمل اي شيء بالهجوم، كان مختفي. الاسود الوحيد، الجناح الوحيد كان بيحاول هي بالانطلاقات شوي بالشوط الاول، وحتى تسبب بضربه جزاء صحيحه 100%. الحكم ما حسبها، يعني رجع للفار وراجع وكل شيء، وما طلعت معه انه مو ركله جزاء، مع انه كل المحللين قالوا انه هي ركله جزاء صحيحه. بنظري كانت غيرت كل مجريات المباراه هي ركله الجزاء، انه حسبت ولعبوها، كان غيرت كل مجريات المباراه. وما كان في يعني اي بالشوط الاول دفاع وهجمات خجوله، ما كان في غير شوطه واحده من الاسود كمان بعيده. مواس حاول شوي يستحوذ على الطابه، وحاول شوي يعني اخذ دور القائد بغياب عمر خريبين، وحاول يعمل شوي نقلات، وحاول شوي يوقف على طابته صح. يعني كان احسن من اللاعبين بالشوط الاول مواس. بينما انطونيو يعقوب كان غايب كليا، يعني ما له هون نوب بالمباراه، كان في قرار اشراكه ما يعني كان كثير مسار للشك. اما المغرب، يعني المغرب لعبوا لعب بالشوط الاول لعب رائع، وكانوا مستحوذين وعم يلعبوا لعب هجومي، واهدروا كثير فرص، والياس هدايا تصدى لاكثر من كره. والشوط الاول مهاجمين ما قدروا يعملوا كثير فرص خطيره، يعني نحكي الصراحه مدافعين المغاربه عمالقه، بوفتيني والمدافع الثاني اللي معه كثير كانوا قوية بالدفاع، دفاعيا اقوياء جدا. هن كل بطوله من حفظ المدافعين من بطوله مدافعين المغرب، حتى الاظهره الصلخضي يعني كان ما عم يقدر يعمل شيء، مراقبه لصيقه جدا، ما عم يقدر يعمل اي خطوره. ونحكي حدا من الاحداث صارت بالشوط الاول، هي اصابه مهاجم وقلب الهجوم الاساسي تبعه السودالي، اللي اغمي عليه وطلع ونزل بداله وليد ازارو. وليد ازارو اللي ما بيعرفه هو مهاجم معروف، بيلعب كان بالنادي الاهلي المصري، مهاجم متالق كان، وهلا بيلعب حاليا بالدوري الاماراتي مع نادي فجيره. هو من اخطر المهاجمين المغاربه، وهن عندهم بدلاء جيدين بصراحه المنتخب المغربي. وخلص هيك الشوط الاول بالتعادل السلبي، دخل الفريقين بالشوط الثاني بنفس الطريقه تقريبا. دخل خوسيرانا كمان مدافع، وبالعكس باول شوط ثاني بدل تبديل يعتبر دفاعي، اخرج سيمون امين اللي كان من اميز لاعبين الوسط، يعني كان الوحيد اللي عم يمسك شوي طابه ويلعب يلعب شوي باص صح. نزل محمد علي، نزل عشان يقتل خط الوسط ويمنع اي تسديدات من خارج منطقه الجزاء. واما طارق السكتيوي مدرب المغرب فعمل 5 تبديلات، 5 تبديلات ودفعه واحده بالبطوله، وانه كان مبدل لاعب. ففي قانون جديد انتم ما بتعرفوا فيه، يمكن الفيفا اصدرته، انه اذا لاعب انصاب واغمي عليه ما بينحسب تبديله، هذا بيقدر يبدل 5 غيره. فهي استغربها كل الجمهور، انه شلون نزل المغرب بدلوا 6 لعيبه ومسموح، يعني تبديلات مسموحه هي 5 لعيبه. هي تغيير قانون، اذا لاعب بينصاب وبيطلع وبيغمى عليه فما بيعتبر تبديل. فهيك المنتخب المغربي بده 6 لعيبه. وكان كثير ذكي طارق السكتيوي بالتبديل، حس انه لعيبته بلشوا يتعبوا شوي خاصه بوسط الملعب، فبدل 5 لعيبه دخلوا عملوا فرمته، يعني عملوا فرمته الفريق وانعشوه هجوميا. كان عم يلعب شكل هجومي، صار هجومي اكثر بكثير.
وهيك ومن هون صار زخ هجمات من المنتخب المغربي على المنتخب السوري. كنا حسينا كل دقيقه احنا ناكل جول. لولا الياس هدايا عمل تصديات خارقه للعاده، كان حارس خيالي. يعني الياس هدايا تصدى اكثر من كره، من تسديدات من جوات منطقه الجزاء، ومباراه منطقه الجزاء، وراسيات، وكل يعني كلها كرات خطيره. وكان المغرب قدران يسجل يعني كثير كرات، يعني كنا طلعنا بخريج نتيجه كبيره من المباراه. لولا الحارس بطل الياس هدايا. ولكن من اخر شيء بده يفقد تركيزه، يعني كثر هالهجمات. يعني اخر شيء من تسديده قويه من خارج منطقه الجزاء صدى الياس هدايا، كمل وليد ازارو بالمرمى، وسط غفله من مدافعينا. يعني مدافعينا كان لازم حدا منهم يشتتها. وصار التقدم المغربي بنتيجه 1-0. هون لحتى خوسيلانا حس على حاله ونزل تبديلات هجوميه. نزل ياسين ساميه ونزل عمر خريبين بدال المواس بدال انطونيو يعقوب. كمان نزل بعدهم بعد بشوي الاخوين دهان. بس هو ما قدروا يلحقوا 10 دقائق كمان بقيان، و6 دقائق حسب وقت ضايع 16 دقيقة. حاولوا شوي يحركوا بس ما قدروا حدا يعمل فرص كثير. ومثل ما قلنا الدفاع المغربي كثير قوي، وعمر خريبين نازل زلمه معصمه مكسور بس عم يحاول جهده. يعني كان بس انا برايي كان اذا قدران يلعب 10 دقائق كان قدران ممكن يلعبوا 20 دقيقة او نص ساعة، يعني يعمل شيء اكثر. عمر خريبين كان اكثر غياب مؤثر بهالمباراة بصراحة. والمغرب حتى بعد ما سجلوا الجول ضلوا حاولوا يهجموا، حاولوا عملوا فرصتين خطيرة كثير يعني. ولاس هدايا كمان تألق وشالوا. وهيك خلصت المباراة بفوز المنتخب المغربي وتأهلوا للدور نصف النهائي وخروج المنتخب السوري. وإذا نحلل أداء لاعبينا كل لاعب لحال، نبلش بالحارس الياس هدايا. كان نجم المباراة بلا منازع، كان حارس عالمي يعني صراحة. كان 5 6 تصديات جوال محققة. لولا الياس هدايا كنا طلعنا بخسارة كثير كبيرة وطلعنا كثير زعلانين من هالمباراة. فكان حارس بطل. وعلى فكرة هذا أكسب أكبر مكسب لنا من بطولة العرب. كسبنا حارس عالمي، مواصفات عالمية لا يقل عن الحراس العالميين يعني. بيلعب الدوري النرويجي، هو بس بيستاهل يلعب لسه بدوري او الدوري الهولندي او الدوري الفرنسي، ما بعرف يعني الدوريات الخمسه الكبرى بيستاهل. حارس متر 96 سنتيمتر، عنده ردة فعل خيالية، وبيلعب بجرينتا كثير عالية. يعني بيلعب مباراة بتحسه كأنه بيلعب نهائي كأس عالم. وحارس كثير عنده انتماء كثير كبير للمنتخب السوري. وبالمقابله معه بعد المباراه ظهر زعلان وعم يبكي. يعني انا بقول له لا تبكي يا الياس، انت بطل عن جد، بطل حقيقي. ونحن كسبناك، وان شاء الله بالبطولات الجايه بتعمل مباريات لسه احسن واحسن. واذا انتقل لخط الدفاع بنحكي عن المدافعين احمد فقا وعبد الرزاق محمد. مدافعين كانوا جيدين يعني، وتعرضوا ضغط كل المباراه يعني، وعملوا ادائهم وكان تمركزهم جيد. يعاب عبد الرزاق محمد انه ما بعطاته غلط. يعني هذا اللاعب لازم يظبط التمريرات تبعه. تمريراته كانت اغلبها مقطوعه. اما احمد فقا ما عليه ولا كلمه. يعني احمد فقا مدافع مقاتل ومدافع ممتاز جدا، وهذا المدافع اساسي وكسبناه انه صغير بعمر 22 سنه، فمكسب 10 سنين لقدام. واذا احكي اظهره زكريا حنان وخالد كردغلي، اليوم لعبوا الاثنين كانوا لا باس فيهم، خاصه زكريا حنان كان عم بيلعب بكل قتاليه وشال الكره مع خط المرمى، كان جول محقق. فزكريا حنان كان جيد هالمباراه. اما خالد كردغلي عنده شويه اخطاء كان بالتمرير، وعنده يعني شوي قدروا يخترقوا من جهته، بس يعني لا باس فيه، كان ما كان سيء. ننتقل للاعبين الارتكاز المار براهام وسيمون امين. المار براهام كان خجول شوي اليوم، ما كثير بين يعني بالوسط، وما كثير قطع كرات. يعني هو وظيفه لاعب الارتكاز يقطع كرات اكثر، وتمريراته يعني ما كان كثير صحيحه، فكان اسوء اللاعبين بهالمباراه بصراحه. بالعاده اداؤه يكون احسن من هيك. سيمون امين كان جيد، كان تمريراته شوي منيحه، عم بيقطع طابات، كان له حضور وسط الملعب، كان ماشي حاله. يعني سيمون امين كان امز لعيب بالشوط الاول. بالشوط الثاني بدلوا خوسيلانا بكير ودخل بداله عنز. انا كان برايي هي غلطه، كان غلطه من غلطات خوسيلانا، كان لازم حفاظ على سيمون امين. واذا ننتقل للاجنحه، فالصلخضي اللي هو من احسن لاعبتنا بالبطوله كان اليوم اسوء لاعب. وما بين، ما بعرف، يمكن الرقابه المغربيه كانت كبيره عليه، ممكن هو اليوم كان تعبان ما جاهز بدنيا، ما ادى اي شيء صلخضي. اما محمود الاسود بالشوط الاول كان جيد نوعا ما، قدر يتحرك وكان مساند منيح الدفاع، وقدر يسبب لنا بركله جزاء صحيحه 100%، ما حسبوا لنا اياها، كان فرقت اللعبه كلها يعني. بس بشوط الثاني كمان ما انهار بدنيا، ما قدر يعمل شيء. انتقل محمود مواس، كان بيلعب ورا المهاجم، كان بالشوط الاول كثير منيح، كان اخذ شخصيه الكابتن، وكان عم بيستحوذ على الطابه، وكان عم بياخذ فاولات المغرب، مريح فريقنا شوي. بالشوط الثاني انهار بدنيا، والمدرب تاخر بتبديله. ونحكي عن انطونيو يعقوب، كان من اسوء اللعيبه، كان قرار اشراكه برايي غلط. يعني لعبان بياسين ساميه ولعبان عمر خريبين بوقت ابكر نزلوا، يعني كان احسن بكثير. انطونيو يعقوب ما كان خرج يدخل هيك مباراه حاسمه. لاعب ممكن يكون مهاجم واعد، بس ما عنده اي خبره واي، ما كان يعني كان غايب كليا، خاصه قدام المدافعين المغاربه عمالقه، مدافعينهم كثير اقوياء يعني، خاصه بوفتيني. اما المدراء يعني نزلوا عملوا شويه حركه، بس ما قدروا يعملوا شيء يعني كمان كثير، وما لعبوا وقت قصير. ما في غير محمد عنز لعب اكثر وقت، بس محمد عنز كمان بس نزل ما قدر يعمل وسط، ما عمل هالبصمه يعني صراحه. نحكي عن المدربين، خوسيلانا بصراحه خيب لي املي بهالمباراه. يعني كان اداؤه دفاعي زياده، ذكرني بكوبر. يعني دفاعي كثير، كانوا خايف كثير من المنتخب المغربي.
وتاخر كثير بالتبديلات الهجوميه. عمر خريبين اللي بنزله قبل 30 دقيقه ما تخلص المباراه، وعلى قبل 20 دقيقه كان فرق شوي. حتى ياسين ساميه، يعني ياسين ساميه عندك مدافعين مغاربه كلهم اقوياء بدنيا، كان بدهم مهاجم مثل ياسين ساميه يضايقهم شوي. فخوسيلانا كان اداؤه مخيب صراحه، يعني ما راح اقول سبب خروج المنتخب، بس يعني كان المباراه اللي قبلها احسن. ان شاء الله يعني هيك كمان بس يكتمل الفريق ياخذ ثقه اكثر خوسيلانا ويلعب بطريقه هجوميه اكثر. اما طارق سكتوي فانتصر على خوسيلانا انتصار كبير، يعني كان مدرب رائع، لعب بطريقه هجوميه كثير حلوه اليوم بالمباراه. وحتى بس حس فريقه تعب شوي نزل 5 تبديلات دفعه واحده، هدول انعشوا الفريق المغربي وقضوا علينا بالشوط الثاني بصراحه. يعني عملوا لنا ارباك كثير وعملوا هجمات يعني كثير، كل المباراه ضغط بالشوط الثاني خاصه ضغط ولد انفجار يعني، ودخلوا جول اخر شيء. يعني ما يعني طارق سكتاوي يتميز انه مدرب هادئ كثير ومدرب عالمي على فكره. هذا المدرب درب المنتخب المغربي ما بيعرف بالاولمبياد وحرز مركز ثالث المغرب مع فرق عالميه يعني. فمدرب طارق السكتاوي من احسن المدربين بالعالم، والمغرب بشكل عام عم طالع مدربين عظماء مثل وليد الركراكي وطارق السكتاوي، ومدرب منتخب الشباب يعني كان ربح كاس العالم الشباب. فالمغرب تمتاز باخراج بيطلعوا مدربين وعم يطلعوا لاعبين عالميين. هيك بنكون خرجنا للاسف من كاس العرب، بس انا بقول استفدنا استفاده منيحه من البطوله واحتكينا بفرق قويه. مطلوب الاتحاد كله الجديد هلا يحضروا المنتخب معه سنه تحضير منتخب لكاس اسيا، لازم يحضروا المنتخب تحضير كثير منيح ويحافظوا على المدرب خوسيلانا، ولازم يرجعوا اللاعبين المغتربين المبعدين عن المنتخب مثل خليل الياس وامثاله، ومثل داليهو ومثل كثير لاعيبه يعني مبعدين عن المنتخب، ويشوفوا اذا في لاعيبه جداد ممكن يجيبون. واهم شيء تحضير المنتخب ولعب مباريات وديه قويه قبل انطلاق كاس اسيا. ان شاء الله نتفائل كثير مع المنتخب مع خوسيلانا ويحملوا نتائج كبيره اذا كاس اسيا، اذا احتفظوا بالفريق واذا دعموا شوي الفريق بعناصر جديده. وعايز اشوفكم الفيديو اليوم، ان شاء الله بشوفكم فيديوهات لاحقه، دعمونا بالاشتراك وباللايك. سلام.